200 ألف دولار حلال زلال عليك من مجوهرات المشهور في دير الزور ضمن بلدة سويدان، مقدمة من مجوهرات المشهور لمن يدلي بأي معلومات حول الأشخاص الذي قاموا بسلب المبالغ المالية والمجوهرات من بدر هاشم المشهور، هذا المتداول على منصات التواصل الاجتماعي. إنه الجماعة حطوا مكافأة 200 ألف دولار لمن يساعدهم بالوصول لهذول الشخصيات اللي ساووا هذا العمل الشنيع. حسبي الله ونعم الوكيل على كل شخص يشارك بهاي الأمور ويساعد كرمال السرقة، كرمال التشليح. وين الدولة عن هذا الموضوع؟ وين الناس يلي تعرف أبنائها إخواتها عم بيجيبوا مال حرام؟ ليش ما يبلغون عنهم؟ ليش ما ينصحوهم؟ كل يوم عم نسمع حالة تشليح في دير الزور. ليش؟ السبب النفط من عنا وما في عنا أي إمكانيات، أي خدمات، أي صحة، أي شيء ثاني بالمرة. لهيك الشعب صار يجوع، ما عاد يعرف إيش يساوي، بده ينهش لحم بعضه ببعضه. نطلب من الحكومة السورية ونرجو أنه يضبط وضع دير الزور، لأنه النفط من عنا وعم يروح على غير محافظات سوريا. لحد هاي اللحظة تم تحرير الجزيرة منذ أكثر من شهرين تقريبا، وما تم إصلاح أي خدمات، ما تم زيادة أي رواتب، ما تم توظيف أي شخص من أبناء محافظة دير الزور. إيش السبب؟ وإيش عم بيصير؟ معقولة إنه الدولة السورية عم تنظر لنا مثل ما كان عم ينظر لنا النظام البائد سابقا، إنه يظل مهمشينا؟ بس نريد نعرف هاي النتيجة، ليش نحن مهمشين؟ إيش مساوين؟ ما قصرنا مع أي محافظة من المحافظات السورية، إذا برجال ولا بمال ولا بفزعات. ليش لحد هاي اللحظة الدولة السورية مهمشة دير الزور؟ ما في أي خدمات، ما في أي صحة، ما في أي تطور، مع أنه في ثروات باطنية، في نفط يوزع على كل المحافظات السورية. نريد حل هذا الموضوع. أتمنى من الكل يكتب لي رأيه بالتعليقات، إيش القصة وإيش عم بيصير وليش هذا التهميش.